وجدت نبيلة ابنة 30 عاما في حقول الأزهار ظلتها. هي امرأة رغم أنها تجهز رسالة الدكتوراه في اختصاص سلامة النقل، إلا أنها لم تخذل وصية المرحوم والدها لمواصلة المشوار الذي بدأه منذ أكثر من 30 عاما في إنتاج وزرع وبيع الورد بأنواعه في منطقة شط مريم بمدينة سوسة الساحلية. نبيلة الشعليلي، منتج زهور في شط مريم في ساحل تونس، وفي نفس الوقت نكمل في الأطروحة متاعي في مجال آخر بعيد تماما على إنتاج الزهور والفلاحة. بدي الوالد متاعي الله يرحمه المشروع هذا وقت اللي كان عمري 2 سنين. دونك بدا الغرام متاعي من العمر هذيك بطريقة غير مباشرة، وبديت نحب في الورد ونحب في الطبيعة ونحب في الفلاحة. ونبيلة هي واحدة من عدد قليل من النساء في تونس التي اخترن العمل في مجال زراعة الزهور، فقد عشقت هذه المهنة منذ نعومة أظافرها بعد أن تربت بين القرنفل والتوليب والبنفسج والنرجس. نشأت في الورود وحبيت الورود من صغري، وبصفة آلية نشأت في الفلاحة من صغري وحبيته وتعلمته، رغم أني بعدت في دراستي نسبيا على الفلاحة، إلا أني حبي لها عاود رجعني وعاود خلاني نخدم بصفة أصعب. منذ الساعة 6 صباحا يبدأ العمل في حقل أمروز أو زهور الحب، ويزرع الورد في الربيع حتى أول الخريف، وكلما كانت الزراعة مبكرة كلما كان أفضل، لأن ذلك يعطي الفرصة لتكوين الجذور قبل حلول الشتاء. يتم تقليم الأزهار في نهاية الربيع لتشجيع تكوين سقار جديدة قوية، وهي التي ستحمل أفضل الأزهار. بصفة متواصلة عنا ننتج عدة أنواع من الزهور اللي هي الورود، الليليوم، الجليال وعصفور الجنة. هذوما يكونوا عنا بطريقة كميات متفاوتة على طول السنة. وتخضع زراعة الزهور لعدة عوامل، لعل أولها درجة الحرارة، ودرجة المثلى لزراعة الورد هي 16 درجة ليلا و20 إلى 28 درجة نهارا. الضوء هو أيضا أحد العوامل التي لا تقل أهمية، حيث أن الورد محايد بالنسبة لطول فترة الإضاءة، أي أن احتياجاته معتدلة من الضوء، ويجب أن لا تقل مدة تعرضه للشمس عن 6 ساعات يوميا. كما يحتاج الورد إلى تربة غنية بالسماد، ولا تنجح زراعته في الأراضي ذات التصريف السيء للمياه. أما بخصوص الري فالري بالتنقيط هو أفضل الطرق المتبعة حاليا للري، وينصح بتجنب رش النباتات بالماء لأن ذلك يسبب أمراضا فطرية. ليأتي بعد ذلك دور عملية التلقيم والمتمثلة في إزالة الأزهار الذابلة قبل تكوين الثمار والبذور. الفلاحة هي ماهيش حاجة سهلة بالنسبة للمرأة من جهة أولى، والتعامل زيادة مع في اختصاص الورود كيف معناتها في العادة ديما يبداو رجال اللي يخدموا فيه، وتوا نجم بتدخل احنا مرأة ولا 2 نتعدوا على الصوابع، ما نفوتوش ال4 نساء في تونس اللي قاعدين ننتجوا في ورود. للزهور فوائد جمة، فهو يستخدم كمعطر ومطهر طبيعي للبشرة ويعطي بشرة نضرة، ويستخدم في صناعة العصير والمرطبات، كما يستعمل في تنسيق الحدائق الطبيعية والهندسية، ونجده في المشاتل والبيوت البلاستيكية كمحصول قطف، ويساهم في تهدئة الإنسان المصاب بنوبات الغضب والانزعاج، ويدخل أيضا في صناعة المراهم الطبية المستعملة عقب المعالجات الشعاعية. كما يشهد للورد في صناعة المستحضرات التي تحسن نكهة الفم وتعالج حب الشباب والتئام الردود والجروح. للورد أيضا قيمة غذائية عالية نظرا لاحتوائه على فيتامينات باء وجيم وكاف. عنا 3 أنواع متاع حرفاء. عنا الزبائن الوالة اللي هما أصحاب محلات الزهور اللي متواجدين اللي نشوفوهم في تونس وفي سوسة، المحلات هذوكا. وعنا زادة النزل، وعنا زادة بصفة أقل برشا الخواص. وتزخر دواوين الشعر العربية بقصائد لا تحصى تغنت بكافة ألوان الورد،
وفيها اتفقوا مع الشعوب الأخرى مثلا على أن الورد الأصفر يرمز للغيرة، والأحمر يدل على الحب والجرأة، أما البرتقالي فهو دليل على الإثارة وبيان الشخصيات. الزهر أو الوردي يرمز إلى العاطفة والبراءة. وتبقى الوردة في الأخير على اختلاف ألوانها عربون محبة ومودة، تسعد العاشقين وتقرب بين المتباعدين وتجمع شمل الأحبة. فما بالك بوردة أنتجتها يد طفلة زرع فيها والدها عشق الورد، فحرصت وهي أم على غرس هذا العشق لدى ابنها تكريما لروح أبيها. صحيح، أم وفلاحة وطالبة في نفس الوقت، وهذا أمر ماهوش ساهل بالكل. أما ديما كما نعرفوا الحب يعمل لنا طرقات باش نعملوا كل شيء. وحبي للورد وحبي للفلاحة وحبي اللي خلاه الوالد الله يرحمه خليني نواصل فيه ونكمل دراستي، خاطر بطبيعتي ما نحبش نسلم في حاجة بديتها وما نحبش نقص الطريق من الوسط، نحب نواصله للآخر. ونتمنى إن شاء الله يكملوها عليا صغاري وصغار أخواتي وأفراد العائلة بقدرة ربي إن شاء الله. لم يتفق بنو البشر على لغة مثلما اتفقوا على لغة الورود، ولا يختلف اثنان على جمال الورود وأهميتها في حياتنا كوسيلة للتعبير عما يجول في صدورنا من خواطر ومشاعر اتجاه أطراف أخرى. على بساطتها، إلى أن الوردة تكون أحيانا أكثر تعبيرا وأصدق من الكلمات، وعلى قدر بساطتها فإن مجهودا كبيرا يبذل كي تصل إلينا. انتصار الشلي لأحلى صباح، العراقية الثانية، تونس.